أحد رجال الأعمال الليبيين المفرج عنهم من سجون الإمارات السرية الأستاذ رفعت حداقة، بعد إقامة امتدت في دولة الإمارات العربية المتحدة لأكثر من 12 عاما، وبالتحديد في 7 من صباح يوم 3 سبتمبر 2014 كنت مسافرا لزيارة عمل. توجهت إلى مطار دبي، وهناك أبلغوك أنك ممنوع من السفر لتبدأ قصة اعتقال امتدت لقرابة 4 أشهر. ضعنا وضع المشاهدين في تفاصيل هذه القصة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية قبل ما أخوض في تفاصيل القصة، اسمح لي أخ عمر أن أذكر نقطتين مهمتين. الأولى، أنا مدرك لحساسية الموقف والظروف الذي نمر بها، ولذلك أنا أعاهدك وأعاهد كل المشاهدين بأني سأحكي قصتي بكل أمانة وصدق ومصداقية، وأنا أتحمل مسؤولية كل كلمة أقولها اليوم في الدنيا والآخرة. الشيء الثاني، أنا لا أقصد بالحديث اليوم الإساءة إلى شعب الإمارات الذين عشت بينهم فترة طويلة من عمري، وأكن لهم رغم ما مريت به من ظروف كل الاحترام والتقدير. زي ما ذكرت، بدأت قصتي عندما كنت أنوي السفر عبر مطار دبي. جيت للكاونتر بتاع السفر، أنهيت الإجراءات وسلموني بطاقة الصعود اللي هي موجودة عندي لهذه اللحظة، وتوجهت لإتمام إجراءات الجوازات، ختم الجوازات. إلى ختم الجوازات. نعم. تأخر الإجراء شوية، بعدين جاني ضابط وقال لي لو سمحت انتظر في الغرفة الصغيرة هذه اللي هي كانت موجودة بقربهم. جلست في الغرفة حوالي نص ساعة. بعد نص ساعة جاني وقال لي أنا متأسف جدا، أنت ممنوع من السفر. سألته يا أخي طيب ليش أنا ممنوع من السفر؟ فقال لي ما عنديش علم، مش عارف. كيف مش عارف؟ قال لي سامحني ما عادش تسألني لأني ما نعرفش. طيب إيش ندير الآن؟ قال لي والله أيضا يعني لا علم لي، المعلومات اللي عندي إنك أنت ممنوع من السفر، ممكن تمشي لسفارتك، ممكن تمشي للشرطة. على أي حال طلعت من عنده، وفي ثاني يوم في الصباح قمت بشيئين. الأول أني مشيت لطيران الإمارات ولتوثيق الحادثة يعني، فطلبت منهم، لأن أنت كنت مسافر أصلا على طيران الإمارات. نعم. مشيت لهم في الإدارة الرئيسية وسألتهم إيش سبب منعي من السفر. قالوا لي إحنا ما عندناش يعني أي علاقة بهذا الأمر، وأنت منعت من السفر يعني بأسباب لا نعرفها. اللي منعوك من السفر هم سلطات سلطات الجوازات بدبي، وأعطوني، طلبت منهم يعطوني رسالة لتوثيق الحادثة، فأعطوني رسالة موجودة عندي يذكر فيها بوضوح أن سلطات الهجرة في دبي هي التي منعت من السفر. بعد ما يعني نهيت هذا الأمر، هذه الخطوة الأولى. هذه الخطوة الأولى. الثانية، اتصلت بالسفير الليبي في الإمارات وقلت له أنا جاني بنلتقي بك. مشيت لعنده وحكيت له القصة. ذهبت إليه كمواطن عادي أم كان لك علاقة سابقة به؟ والله هو يعرفني معرفة جيدة يعني، لي علاقة سابقة به ونعرف معرفة جيدة يعني. فمشيت لعنده، حكيت له القصة، طمني وقال لي الأمر إن شاء الله يكون أمر بسيط، وطلب مني نكتب له طلب في هذا الموضوع. كتبت له طلب وقال لي بكرة أنا عندي موعد مع الأمن الإماراتي وهنحكي معهم في قصتك وهنعالج الموضوع. قلت له باهي إيش الخطوة الثانية؟ قال لي بكرة اتصل بي إن شاء الله نكون يعني تميت الموضوع. اتصلت بي ثاني يوم، قلت له إيش صار يا سعادة السفير؟ هل مشيت للأمن؟ قال لي لا أنا مشيتش، بس أرسلت لهم رسالة وما زلت أنتظر الرد. في ثاني يوم في الليل تم اختطافي، اللي هو يوم 5/9. نعم، 5/9 ليلا يعني. نعم. نعم. غريب لفظ اختطاف، يعني تم اعتقالك تقصد؟ والله شوف يا أستاذ عمر، يعني ضروري نسمي الأمور مسمياتها ونوصفها توصيف صحيح.
التوصيف اللي أراه أنا هو أنه تم اختطافي من ميليشيا إرهابية تعمل خارج نطاق القانون. هو هذا التوصيف الصحيح. سيد رفعت، أنت مسؤول عن كلامك هذا، أنت تتحدث عن دولة منظمة ولها قوانينها، كيف لميليشيا تقول أنها إرهابية تعمل داخل هذه الدولة يعني وتختطفك اختطاف؟ والله يا أخي أستاذ عمر، أنا هذكر لك وهذكر المشاهدين الأسباب اللي خلتني نوصفها بهذا الشكل وأنتم تحكموا يعني. أول شيء، المجموعة اللي اختطفتني كلها ترتدي لباس مدني، ما فيش حد منهم لابس لباس رسمي، لا عسكري ولا شرطي ولا غيره يعني. الشيء الثاني، ما فيش أي واحد فيهم أعطاني إثبات هوية ولا إثبات شخصية من هو، أشخاص مجهولين مش معروفين. لم يطلعوني على أمر قبض أو إذن نيابة. وكل هذه التصرفات والتصرفات اللي أحكيها إن شاء الله في هذا لقائنا هذا تناقض وتخالف دستور الإمارات وقوانين الإمارات المعمول بها في الدولة، وتخالف أيضا المعاهدات والمواثيق الدولية اللي وقعت عليها الإمارات. على سبيل المثال، في دستور الإماراتي المادة 26 والمادة 28 تنص بوضوح على عدم جواز تعذيب الناس، وعدم جواز معاملة أي إنسان معاملة حاطة بالكرامة، وأيضا تجرم يعني تفتيش البيوت بدون إذن نيابة أو القبض على الإنسان بدون إذن نيابة. الشيء الآخر، طيب هذا كله موجود تقريبا في جل الدساتير العربية لكنها تنتهك يعني وحبر على ورق. أنا بس نثبت لك، اسمح لي نثبت لك أن التوصيف بتاعي صحيح، نكمل لك الموضوع يعني. شرطة دبي عندها وثيقتين، أصدرت القيادة العامة لشرطة دبي وثيقة حقوق السجين ووثيقة حقوق المتهم. أنا لم أنل شيئا من هذه الحقوق، لا السجين ولا المتهم. نعم أبدا. الشيء الآخر، نكمل لك، أنا حاب النقاط هذه حتى التوصيف يعني. الشيء الآخر، في وزارة الداخلية الإماراتية في إدارة اسمها إدارة حقوق الإنسان. الهدف من هذه الإدارة حسب ما هم مصرحين على الموقع متاعهم وحسب ما يذكروا إنه هو متابعة حقوق المتهمين والحرص على عدم يعني الإخلال بها. أنا لم أرى شيء من هذه الحقوق. إضافة لما ذكرت، يقول السيد محمد سيف الزعبي العقيد الزعبي هو المسؤول عن السجون في إمارة أبو ظبي، يقول إن في سجون أبو ظبي، في سجون الإمارات لا تحدث أي انتهاكات التي تحدث في دول العالم الآخر. فأنا طبعا نقول هذا الرجل يعني رجل مسؤول ورجل معروف ورجل صادق يعني. فإذا كان هذه لا تحدث في سجون الإمارات، معناها السجن اللي تعرضت لنا يعني. طيب قبل أن نصل إلى السجن والانتهاكات التي تقول أنت أنك تعرضت إليها، نعود لحادثة ما أسميته أنت بالخطف. كيف تم هذا؟ تم هذا، كنت راجع أنا والأسرة، زوجتي وأطفالي، راجعين للبيت في ساعة متأخرة من الليل تقريبا، يعني بعد الساعة 12 في الليل. وقبل ما نصل البيت بمسافة 200 متر أو 300 متر كان في سيارة قدامي وقفت فجأة، وكان في السيارة ورايا لصقت فيها، وبعدين انتبهت إني أنا محاصر بمجموعة من السيارات. فجأة نزل منها حوالي ما يقارب 20 شخص، نزلوا بسرعة وحاصروا السيارة. 5 منهم تقريبا جاءوا من طرفي أنا، بدأوا يضربوا على الباب، افتح الباب افتح الباب. فتحت الباب فسحبوني بقوة، يعني حتى السيارة كانت ما زالت تتحرك يعني لم يتحدثوا معك؟ لم افتح، لا جروني يعني، سحبوني بقوة. ويعني بالعافية قلت لك رجعت المارشة إلى إن كانت تعدي، ما زالت تتحرك سيارة. سحبوني من السيارة بقوة، وأصبحوا يعني يصرخون في وفي أهلي، ويقول ما حد يستخدم الموبايل، يعني يصرخوا على زوجتي وأطفالي ما حد يستخدم الموبايلات، ما حد يستخدم الموبايلات. نعم. وبعدين فتحوا عليهم الأبواب وقالوا لهم أعطونا الموبايلات، وأخذوا كل الموبايلات اللي كان عندهم. جاءت مرأة كانت معهم، أمرها يعني قائد المجموعة أن تأخذ أسرتي وتحطهم في غرفة في البيت في الشقة فوق. فطلعت ودخلتهم في غرفة وسكرت عليهم الباب، وأنا طلعت معايا باقي المجموعة، انتشروا في شقتي. هؤلاء الذين قلت عنهم لم يكونوا يرتدون أي لباس يدل على هويتهم أو عملهم. نعم، بعضهم يرتدي ملابس إماراتية والبعض ملابس رياضية، يعني ما فيش أي علامة تدل أنهم هم
يعني ناس مسؤولين أو مثلوا الدولة، أو حتى تصرفاتهم وأخلاقهم أبعد ما يكون عن أخلاق الشعب الإماراتي، يعني بطريقة همجية متخلفة. دخلوا إلى بيتي وانتهكت حرمة بيتي وأساءوا لي وأهانوا أهلي، وفتشوا كل البيت، فتحوا يعني خزانات الملابس وأخرجوا كل الأوراق والأجهزة الإلكترونية وأخذوها كلها. ثم يعني رجعوا بي. طبعا هم صدموا لما شافوا أن في كاميرات في البيت. لما ركبوني في الأسانسير كانت في كاميرا في الأسانسير، فانزعج قائد المجموعة انزعاج كبير. وطبعا السمة العامة لهم كلهم كانوا مرتبكين خايفين، واضح أنهم يرتكبوا في جريمة، لا واضح أنهم لا ينفذون القانون وإنهم يعملون خارج نطاق القانون. لكن من الذي أمرهم يا أستاذ رفعت يعني مثل هذا العدد ويأتي ويقبض على شخص ومعه أسرة؟ من الذي أمرهم؟ لماذا يرتبكون يعني في رأيك؟ نعم، شوف، الإمارات العربية المتحدة وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 2012 عفوا. من بنود هذه الاتفاقية إنها الدول التي وقعت عليها ملزمة بإجراء تحقيق فوري وشفاف في حالة وجود هذه الادعاءات. أنا الآن أعلن من خلال قناتكم الموقرة وأطالب السلطات الإماراتية بإجراء تحقيق سريع في هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع تعتبر جريمة يعني ضدي وضد يعني كل الشعب الإماراتي والشعب الليبي. ولا بد هنا أن نذكر أن عدد المعتقلين 10، أفرج عن 4 ولا زال 6 قيد الاعتقال. نعم نعم، وهذا من الأسباب الأساسية لظهوري اليوم. يعني ما زال 6 رجال ليبيين مواطنين ليبيين معتقلين في سجون الإمارات، يعني وتعرضوا لكل الانتهاكات اللي ذكرتها واللي نذكرها. نعم. وأسوأ بكثير يعني. نعم. طيب نكمل القصة. نعم. ذكرت أنهم فتشوا كل البيت وأخذوا ما كان موجود من أجهزة إلكترونية وأوراق. نعم. ما الذي حدث بعد ذلك؟ نزلوني، بس أنا طالع من البيت قلت لواحد منهم معلش ممكن نشرب شوية مية، نشرب شوية مية. فقال لي اشرب شوي بس ما تكتر. قلت له ليش؟ قال لي قدامك طريق طويلة. قلت له وين ماشيين؟ قال لي ماشيين أبو ظبي. دائما يسألوني أنت كيف عرفت أنك أنت رحت أبو ظبي؟ هو من هذا الجواب يعني أنت كنت في دبي وهم سيقتادونك إلى أبو ظبي. أنا كنت في الشارقة في اللحظة هذه، كنت في الشارقة. بيتك في الشارقة. نعم. كم المسافة تقريبا بين الشارقة وأبو ظبي؟ تقريبا يعني أقل من ساعتين يعني. نعم. طبعا نزلوني من البيت ولما نزلت من البيت جابوني السيارة GMC لونها أسود دفع رباعي كبيرة، وطلبوا مني الصعود فيها. هذه السيارة من الخارج شكلها جميل جدا، عندي صورة لسيارة تشابه هذه بالضبط. ولما فتحت الباب وجدت أن السيارة من الداخل هي عبارة عن سجن. عبارة عن سجن. نعم. سيارة GMC منظرها جميل من الخارج ومن الداخل عبارة عن سجن. كيف؟ نعم. لما فتحوا الباب وجدت أن الباب كله حديد، نفس الباب ما في زجاج، كله حديد. وبعدين لما جلست في الكرسي كان حديد عن يميني وحديد من أمامي، فكنت في شبه صندوق معزول. وبعدين في أرضية السيارة في سلاسل 2 أصفاد كليبشات، يعني 2 للرجلين و2 لليدين، وربطوا عيوني. وبعدين سكروا علي الباب. لما سكروا علي الباب المكان كاتم للصوت تقريبا، خلاص انتهى، يعني كأني أنا في قبر. نعم. يعني في مكان ضيق ويعني مربوط بالحديد من إيدي، وأيضا الرجلين فيهن حديد، ومربوط العينين. ويعني شلوني مسافة يعني تقريبا 1.5 ساعة. كانت السرعة رهيبة جدا، كان في تقديري تتجاوز 160 كيلومتر في الساعة. وأنا كنت قلق يعني لا سمح الله يدير حادث الرجل هذا، يعني تكون كارثة يعني. نعم. طيب أستاذ رفعت، نخرج إلى فاصل ثم نعود.